عمرك ما هتعرف ابدا فين الحقيقه. طول عمري بدور على اخبار كتير جدا وبمشي وراها، ومفيش خبر واحد بوصل للحقيقه فيه. Where can I find the truth؟ زي ما تحس كده ان في حد قاصد يغلوش عليك. السلام عليكم. قبل ما تبدأ الفيديو خلي فيه كوتس كده قدامك على طول وانت بتسمع كل الفيديو، وهو المعرفة بالجهل ضرب من المعرفة. ليه بقى ده بالذات؟ لان ده موضوع حلقتنا باذن الله. خلينا متفقين ان احنا في عالم مليان معلومات من كل حته، فبقى من الطبيعي مهم اننا نفهم ازاي بعض المعلومات ديت ممكن تكون مضلله او حتى كاذبه. النهارده احنا بنتكلم عن حاجه اسمها الاجنوتولوجي، اللي هي بتدرس ازاي التضليل بيشتغل وازاي ممكن ياثر على راينا وعلى سلوكياتنا. خد بالك احنا كل يوم بنتعرض لمئات ان مش الاف من الرسائل من حوالينا، ايش بقى من اعلام وسوشيال ميديا واعلانات، حتى الناس اللي حوالينا معلومات كتير بتوصل لنا. بس الموضوع بقى اللي احنا هنتكلم فيه النهارده ازاي نعرف ايه اللي صح وايه اللي غلط، وازاي في عصر التكنولوجيا اللي احنا فيه دوت ما نقعش ضحيه للتضليل والاستغلال. علم الاجنوتولوجيا بقى اللي احنا هنتكلم عليه النهارده بيفهمنا ازاي التضليل بيشتغل وازاي نحمي نفسنا منه. العلم ده يا جماعه باختصار بيدرس الافعال المتعمده اللي بتستهدف انها توصل لنا معلومات غلط او مضلله، وبيورينا ازاي ده بيأثر على راينا وقراراتنا. وخلي في نقطه كبيره كده حوالين كلمه التضليل، لان التضليل ممكن يجي لنا في اشكال مختلفه، زي نشر معلومات غلط او تغيير موضوع ما، او حتى ان هم يستخدموا لغه غامضه محدش يفهمها. والناس اللي عارفه الاساليب دي كلها اللي بتشتغل في التضليل، وللاسف الناس ديت ممكن يكونوا افراد في شركات، يعني بني ادمين زينا. فباذن الله في الفيديو دوت هنستكشف علم الاجنوتولوجي وازاي هو مهم عشان نفهم تاثير المعلومات المضلله، وهنشوف ازاي التضليل بيشتغل وازاي ممكن نحمي نفسنا منه. واول فكره معانا هنبتدي بيها ان المعلومات الغلط ممكن تاثر على قراراتنا وراينا بطريقه كبيره، وبالتالي لو احنا بناخد قرارات مبنيه على معلومات غلط اكيد هناخد قرارات غلط. خلينا نضرب مثالين. تخيل انك بتقرر تشتري عربيه جديده، وبتقرا ان العربيه ديت اقتصاديه جدا في البنزين، بس الحقيقه ان العربيه دي مش اقتصاديه زي ما الاعلانات بتقول، بس انت ما تعرفش. فبعد ما بتعمل دراسه الجدوى بتاعتك وبتاخد قرار انك تشتري العربيه ديت، تكتشف انك بتدفع فلوس كتير قوي في البنزين. خد بالك هنا المفروض يضرب الارم، هنا انت تعرضت للتضليل والاستغلال. خلينا نضرب مثال كمان. تخيل انك بتقرر تصوت للمدرب بتاع فريق معين عشان سمعت في البرنامج بتاعه انه عايز يعمل اصلاحات مهمه في الفريق، بس الحقيقه ان هو مش مهتم بالاصلاحات دي، وهو كده بالحداقه بيقول الكلمتين دول عشان يكسب اصوات ويقعد سنتين ثلاثه يلم فيهم فلوس. فانت خلاص صدقت المعلومات اللي جات لك وصوتت له، وبعدين هو كسب، واكتشفت انه مش مهتم اصلا بالفريق، وفريقك يتعرض بعد ده كله لخساره بطولات كتير. هنا في برضو الارم يضرب ان انت تعرضت للتضليل والاستغلال. ففكره فهم التضليل بتحمينا من اننا ناخد قرارات غلط زي دي، وبالطريقه دي لو احنا فاهمين ازاي التضليل بيشتغل نقدر نميز بين المعلومات الصح والمعلومات الغلط، وهنعرف ازاي نكشف التضليل وازاي ما نصدقش كل حاجه بنشوفها او بنسمعها. خلينا كمان نضرب امثله عشان نوضح الفكره اكتر. مثلا لو شفنا اعلان بيقول ان منتج معين ممتاز، بس بنلاقي ان مفيش تفاصيل كتير عن المنتج ده، بقى ده ممكن يكون تضليل. خلينا بقى فاهمين الفكره كده. ولو سمعنا مثلا سياسي بيقول اي حاجه بس بنلاقي كلامه كله مبني على حاجات ملهاش مصداقيه، يبقى ده برضو تضليل. فببساطه كده لما تفهم ازاي التضليل بيشتغل يخليك تفكر تفكير نقدي اكتر، وما تسلمش دماغك وخلاص، تبتدي تسال اسئله اكتر وتشك اكتر، وده اللي هيخليك او هيحميك انك تاخد قرارات مبنيه على معلومات غلط. وخد بالك وحط 100 خط على الجملتين دول، التضليل مش حاجه سهله، ده بياخد مجهود وتخطيط عشان يشتغل وعشان يوصل لك. والناس اللي بيشتغلوا في التضليل عارفين ازاي يوصلوا رسائلهم بطريقه تخلي الناس تصدق. تخيل مثلا انك ماشي في شارع، فجاه تسمع صوت عالي جدا، كل اللي حواليك يبصوا حواليهم عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل، وبعدين تلاقي واحد بيصرخ في ميكروفون بيقول كلام ممكن يخليك تخاف او تتعصب، صوته اعلى من كل الاصوات اللي حواليك ويوجهك لوجهه نظر مختلفه عن اللي ممكن تكون حقيقيه حواليك. فنفس الموضوع بقى بيشتغل في حوار التضليل ده. عارف ازاي يخلي صوته اعلى من كل الاصوات التانية، وازاي يخلي رسالته توصل قبل اي رساله تانية. هو عارف ازاي يخلي الناس تركز على حاجه معينه، وازاي ان هم ما يشوفوش الحقيقه مهما كانت ظاهره قدامهم. واحنا يا صديقي في عالم المعلومات، السوشيال ميديا وسائل الاعلام بقت مليانه بالمعلومات، واللي بيشتغل في التضليل بيعرف ازاي يستخدم ده لمصلحته. هو ببساطه بيعرف يوصل رسائله للناس بطريقه يخليهم يصدقوها، حتى لو كانت الرسائل ديت غلط ومكتوب عليها اصلا انها غلط. ولكن في وسط كل الصوت العالي ده وكل الضجيج دوت، الحقيقه ممكن ما توصلش للناس بسهوله. ممكن تكون في وسط كل ده بس انت ما تقدرش توصل صوتك،
ممكن تكون عايز تقول الحقيقه بس صوتك ممكن يضيع وسط كل الاصوات اللي بتصرخ حواليك. صديقي العزيز اللي بيشتغل في التضليل بيعرف ازاي يستخدم السوشيال ميديا ووسائل الاعلام لمصلحته، وازاي يخلي رسالته عاليه اعلى من كل الاصوات اللي حواليه. فلازم تكون فاهم يعني ايه اجنوتولوجي، واللي هو ببساطه علم الجهل. خلينا اول نذكر يعني ايه اجنوتولوجي، يعني ايه المصطلح ده. المصطلح ده ببساطه اسمه علم الجهل، والعلم ده ببساطه فكروا ان هم يعملوه عشان يدرسوا ازاي بعض الناس بتشتغل عشان تخلق حاله من عدم المعرفه او اللبس عند الناس. من هنا ممكن كده نبقى فهمنا المصطلح ومين اللي عمله وعمله ليه. تعالوا بقى نتكلم عن الجهل ذات نفسه. فهم الجهل يا جماعه مهم جدا عشان نقدر نفهم العالم حوالينا. الجهل ممكن يكون عامل زي الضباب اللي بيحجب عننا الحقيقه، ولو ما عندناش الادوات الصح عشان نشوف بيها ممكن نضل الطريق. الجهل يا صديقي عامل زي الخريطه اللي بتبقى في ايدك عشان ترشدك لاي مكان. خلينا نقول مثلا انك ماشي في مدينه معاك خريطه، بس الخريطه دي مش بتوضح كل حاجه. في اماكن موجوده على الحقيقه مش موجوده على الخريطه، وفي اماكن على الخريطه على المكتوب عليها مثلا ممنوع الدخول، ولكن في الحقيقه هي مش مكتوب عليها ممنوع الدخول وعادي تخشها. نفهم من ده ان اللي عامل الخريطه اللي انت واخدها ديت ليه مصالح معينه. هو مش عايزك تشوف اماكن معينه وعايزك تروح اماكن تانية هو عايز. فالخريطه دي بتخليك تشوف العالم بطريقه معينه وبطريقه تخدم مصالح اللي عامل الخريطه. اهو الجهل بقى بيشتغل بنفس الطريقه. في ناس بتستفيد من اننا ما نعرفش حاجه معينه او اننا نبقى مش فاهمين حاجه صح، عايزين ببساطه يخلوك جاهل عشان يقدروا يبيعوا لك اللي هم عايزين. تعالوا بقى نتكلم على حاجه مختلفه شويه، وهي اشكال الجهل. وكل شكل في اللي انا هقوله لك دوت ليه اسبابه وتاثيراته، وفهم الاشكال دي مهم عشان نقدر نواجه الجهل ونعرف ازاي نتعامل معاه. وهم 3 اشكال سهلين وهعرضهم لك بسلاسه بسيطه، وما تقلقش هحط لك مثال في كل شكل كده عشان الدنيا ما تتوهش مننا. اول حاجه فيهم هو الجهل المقصود، وده بيحصل بسبب الاهمال او الرفض او الخوف. مثلا في ناس بتختار انها ما تعرفش عن حاجه معينه عشان خايفه من عواقب المعرفه، او ناس بتتجاهل عمدا معلومات معينه عشان ما تتحملش مسؤوليتها. تاني شكل معانا من اشكال الجهل هو الجهل الغير مقصود، وهو مثلا ممكن يحصل بسبب نقص التعليم. في ناس ما تعرفش عن حاجه معينه عشان ما عندهمش فرصه انهم يتعلموا عنها، او ما عندهمش المصادر اللي توصل لهم المعرفه دي. ثالث شكل معانا وهو الجهل الاختياري، وده بيحصل بسبب التحيز. مثلا في ناس بترفض انها تعرف عن حاجه معينه عشان ده بيخالف معتقداتهم او افكارهم، او ناس مثلا مش عايزه تعرف عن حاجه معينه عشان كده يبقوا مش مسؤولين عن اللي بيحصل. ركز بقى معايا لان انا هضرب لك برضو 3 امثله يوضحوا لك ال3 اشكال اللي فوق دول. اول نقطه معانا في ناس اغنياء وفقراء. الاغنياء ممكن يكون عندهم معرفه اكتر عن حاجات معينه زي مثلا القرارات الماليه الصح، لكن الفقراء ممكن يكون عندهم جهل بالموضوع ده عشان محدش عرفه. النقطه الثانيه في ناس من مناطق مختلفة، ناس من المدينة ممكن يكون عندهم معرفة أكثر عن التكنولوجيا، لكن في ناس في حتة تانية من الأرض، ناس من الريف ممكن يكون عندهم جهل في الموضوع ده. النقطة الثالثة برضو في ناس من خلفيات دينية أو عرقية مختلفة، ناس من خلفية دينية معينة ممكن يكون عندهم معرفة أكثر عن دينهم، لكن في نفس الوقت هم عندهم جهل عن ديانات تانية. فاللي أنا قلته لك دول كلهم ال3 أشكال و3 نقط أنا قلتهم لك دول خريطة الجهل. ففهم خريطة الجهل دي مهم عشان نقدر نواجه الجهل ونعرف إزاي نتعامل معاه. لما نفهم الجهل ازاي بيتوزع وازاي بيأثر على فئات ومناطق معينة هنقدر نصمم حلول فعالة عشان نقلل الجهل ونزود المعرفة. معلش بقى استحملني في كلمتين مجعلصين كده. الجهل ممكن يكون زي المؤشر اللي بيدلنا على سياسات المعرفة في مجتمع معين. يعني ايه الكلام ده؟ تعالى برضو نضرب مثل بخريطة. تخيل اننا بنتفرج على خريطة، والخريطة دي بتوضح اماكن المدارس والمكتبات ووسائل الاعلام في بلد معين. لو شفت بقى ان في مناطق معينة ما فيهاش مدارس كتير او ما فيش مكتبات خالص، او ان وسائل الاعلام فيها كلها بتقول حاجة واحدة، يبقى ده مؤشر على ان في سياسه معينه للجهل في البلد. ببساطه من الكلمتين دول عايز اقول لك ان في ناس معينه عايزه ناس معينه تبقى جهله عشان يقدروا يبيعوا لهم اي حاجه، او عشان يمنعوهم من ان هم يطلعوا لفوق. وخد بالك اداه من ادوات التضليل او الجهل هو التضليل الاعلامي. يعني مثلا لو في شركه عايزه تبيع منتج معين، هي ممكن تعمل له اعلانات مضلله او حتى تعمل بروباجندا كبيره عن فكره فوائد المنتج ده وازاي هيفيدك، وهو في الحقيقه ما بيفيدكش ولا حاجه. يعني مثلا التعليم برضه ممكن يكون اداه من ادوات الجهل. تخيل مثلا معايا ان في نظام تعليمي معين بيعلم الطلاب ان الارض مسطحه، او ان في مؤامره من الغرب عشان يضروا ببلدهم. الطلاب دول هيكبروا وهم عندهم جهل عن العالم حواليهم، وهتغيب عنهم الحقيقه. كمان لو في منهج تعليمي معين في البلد ديت بيخبي معلومات مهمه عن تاريخ بلد معينه وبيحرف عنها الحقيقه بتاعتها، الطلاب دول هيتخرجوا من التعليم وهم عندهم جهل عن التاريخ ده. ففهم ازاي الجهل بيشتغل وازاي بيأثر على سياسات المعرفه مهم عشان نقدر نواجه الجهل ونزود المعرفه. فهم الجهل مهم جدا عشان نقدر نصمم سياسات فعاله تحسن المعرفه وتقلل التفاوتات بين الناس. فببساطه كده لما تفهم الجهل تقدر تحط نقط معينه عشان تحارب بيها الجهل ده.
خلينا نضرب مثل، لو في منطقة معينة مثلا فيها جهل عن موضوع الصحة العامة، مش هنعرف نعالج المشكلة من غير ما نوفر تعليم عن الموضوع ده ونحسن من وصول الخدمات الصحية. وكمان لو في فجوة معرفية بين الأغنياء والفقراء، مش هنعرف نقلل الفجوة دي من غير ما نوفر فرص تعليمية للفقراء ونشجعهم ان هم يطوروا من نفسهم ويلاقوا فرصتهم. ببساطة تانية هقولها لك، فهم الجهل هو أول خطوة عشان نقدر نعالج مشكلة الجهل ونحسن من مستوى المعرفة في المجتمع. وكمان لما تفهم ازاي الجهل بيشتغل تقدر تصمم سياسات فعالة عشان تواجهه. يعني مثلا لو بصينا على منطقة معينة ولقينا جهل فيها عن موضوع معين، ممكن نوفر مصادر تعليمية عن الموضوع ده او نعمل مثلا حملات توعية. وكمان لو لقينا او شفنا ان في جماعات بتستغل الجهل دوت عشان تروج لافكار متطرفة، ممكن نبتدي نعمل برامج تعليمية عشان نواجه الافكار دي ونعلم الناس ازاي يفكروا تفكير نقدي وازاي يفلتروا كل المعلومات اللي داخلها. فهأكد لك تالت، فهم الجهل هو المفتاح عشان نقدر نصمم سياسات تحسن المعرفة، تقلل التفاوتات بين الناس وتبني مجتمعات واعية وقادرة على مواجهة التضليل. صحيح كل الناس عارفة ان مواجهة الجهل مش سهلة، بس في خطوات ممكن ناخدها عشان نقلل من تأثيره ونزود المعرفة. وإليكم بعض الخطوات او الاقتراحات المتخذة من خلالي في هذا الموضوع. اول حاجة ممكن نعملها ان احنا نحسن التعليم. لازم نركز على التعليم عشان نقلل من الجهل، يعني نوفر تعليم جيد لكل الناس ونوصل التعليم لكل المناطق ونعلم الناس مهارات التفكير النقدي عشان يقدروا يميزوا بين المعلومات الصح والمعلومات الغلط. وكمان نبتدي ندعم الصحافة المستقلة. الصحافة المستقلة بتلعب دور مهم في كشف الحقيقة ونشر المعلومات الصح، فلازم ندعم الصحفيين المستقلين اللي بيحاولوا يكشفوا الحقيقة ونشجع الصحافة اللي بتركز على الحقائق مش الإثارة. ثالث حاجة، تشجيع النقاشات المفتوحة. لازم نشجع النقاشات المفتوحة بين كل الناس من كل الخلفيات المختلفة عشان كل حد يقدر يشارك معرفته وتجاربه. النقاشات المفتوحة دي ممكن تساعدنا نفهم بعض أكتر ونشوف وجهات نظر حقيقية عن بعضنا. رابع حاجة بقى وهي محاربة التمييز. التمييز بكل أشكاله سواء كان على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو غيره. التمييز بيخلي ناس معينة تبقى جاهلة بحقوقها وبتتعرض للاستغلال، فلازم اننا نبدا نواجه اي نوع من التمييز ونشجع المساواه والعدل عشان كل المعرفه توصل لكل الناس. النقطه الخامسه نقطه من اهم النقط وهي تعزيز الشفافيه. لازم نشجع الشفافيه في كل المجالات، في كل الشركات او حتى في المجتمع المدني. لما كل حاجه تبقى واضحه وشفافه وصريحه، الجهل ما يبقاش ليه مكان وسطينا. سادس حاجه وهي نقطه مهمه جدا برضو وهي تشجيع البحث العلمي. العلم هو اللي بيحارب الجهل، فلازم نشجع البحث العلمي في كل المجالات، نمول الابحاث اللي ممكن تساعدنا نفهم اكتر عن العالم اللي حوالينا. سابع نقطة وهي المنتشرة جدا دلوقتي هي استخدام التكنولوجيا. التكنولوجيا ممكن تكون أداة قوية لمحاربة الجهل زي ما هي بالظبط أداة قوية لنشر الجهل. ممكن نبتدي نستخدم التكنولوجيا عشان نوصل معلومات صح لناس أكتر أو عشان نكشف معلومات مضللة كتير موجودة على الساحة. تامن حاجة وهي المسؤولية الاجتماعية. كل واحد فينا ليه دور في محاربة الجهل، فلازم وبالطبع نتحمل مسؤولياتنا الاجتماعية. يعني نقدر نشارك معرفتنا مع اللي حوالينا ونساعد الناس اللي مش عارفة تفهم، ونقف ضد أي حد بيحاول ينشر الجهل أو يستغل جهل الناس، لأن الجهل هو عدو المعرفة. لو سيبناه ينتشر ممكن يأثر على حياتنا وقراراتنا، فلازم نواجهه وناخد خطوات عملية عشان نقلل من تأثيره ونزود المعرفة في مجتمعاتنا. والسلاح الأقوى ضد الجهل هي المعرفة. لما بنعرف يا جماعة بنقدر نحمي نفسنا من اننا نصدق معلومات غلط او ناخد قرارات غلط. المعرفة بقى بتنور لنا الطريق وبتعرفنا نعرف الصح من الغلط. خليني اقول لك برضو كلمتين ممكن ما يتفهموش ولكن هوضحهم لك. المعرفة مش بس مهمة عشان نحارب الجهل، لا دي مهمة عشان نبني مجتمعات متقدمة ومبدعة. ازاي؟ قول لي ازاي. اقول لك على طول ازاي. اول نقطة معانا، المعرفة بتخلينا نبتكر. لما بنعرف اكتر بنقدر نبتكر حلول لمشاكلنا. المعرفة بتفتح دماغنا على افكار جديدة وبتساعدنا نشوف العالم من منظورات مختلفة. تاني نقطة، المعرفة بتخلينا نتحدى الوضع الحالي. لما بنعرف اكتر بنقدر نشوف العيوب في الحياة الحالية، نقدر نتحداها ونغيرها. المعرفة بتقدر تقوينا وبتثبت لنا ان مفيش حاجة اسمها ده مستحيل او ده ما ينفعش يحصل. النقطة الثالثة ان المعرفة بتخلينا نتعاون. لما بنعرف اكتر بنقدر نتعاون مع بعض عشان نوصل لاهداف. المعرفة المشتركة بتخلينا نشتغل ونتعاون مع بعض ونبني حاجات محدش فينا لوحده يقدر يبنيها. لما بتعرف اكتر بتقدر تحلل بطريقة نقدية اكتر. لما بتعرف اكتر بتقدر تتحكم في الحاجات اللي حواليك وتقدر تحدد ايه اللي شغال وايه اللي ينفع وايه اللي مش شغال وايه اللي ما ينفعش، فتقدر تعرف ايه اللي بيضرك وايه اللي ما بيضركش. النقطة الرابعة، المعرفة بتخلينا نتحمل مسؤولية. لما بنعرف اكتر بنقدر
بنقدر نتحمل مسؤوليه افعالنا وقراراتنا لان احنا عارفين توابعها ايه، بنبقى فاهمين عواقب افعالنا، نقدر نختار الصح. النقطه الخامسه، المعرفه كمان بتخلينا نعيش حياه افضل. المعرفه بتخلينا ناخد قرارات احسن ونبني حياتنا بشكل احسن، وبنقدر نختار الوظيفه الصح او الشريك الصح او حتى المكان الصح اللي نعيش فيه. باختصار كده، المعرفه هي اساس التقدم والابتكار. لما بنعرف بنقدر نبني مجتمعات اقوى واحسن، بنقدر نواجه التحديات ونحل المشاكل ونعمل حاجات جديده. ببساطه المعرفه هي اللي تخلينا نتقدم لقدام ونبني مستقبل احسن. تعال بقى وللاسف اشرح لك شويه حاجات كده بتحصل معانا كل يوم واحنا قد لا يكون عندنا علم بيها اصلا، وهي برضو تنسب الى التضليل. اول حاجه ممكن نشاور عليها في بخصوص الموضوع دوت استغلال عدم اليقين، يعني انهم يكبروا موضوع عدم اليقين العلمي عشان يخلوا الناس مش عارفه تصدق العلم. مثلا في موضوع زي اللقاحات، في ناس بتقول ان العلم مش اكيد في موضوع اللقاحات وان في مخاطر محتمل. ده ممكن يكون شكل من اشكال التضليل. ومثلا كمان نشر معلومات غلط، يعني انهم ينشروا معلومات غلط او مضلله عشان ياثروا على راي الناس. مثلا هذه النقطه ممكن تكون مش منطقيه ولكن لازم اقولها. في موضوع الهجره، في ناس بتقول ان المهاجرين بياخدوا شغلنا وبيسرقوا وظايفنا، بس في الحقيقه ان المهاجرين بيساهموا في الاقتصاد وبيعملوا شغلانات محدش غيرهم عايز يشتغلها. وكمان فكره استخدام الاثاره العاطفيه، يعني انهم بيستخدموا مشاعرنا عشان ياثروا علينا. مثلا في موضوع المقاطعه، في ناس بتستغل خوفنا من المنتجات المصريه عشان يخلونا نقبل سياسات معينه حتى لو كانت السياسات دي غلط. وفي من الامثله كتير قوي، ولكن كفايه لحد هنا. الجهل ده شيء في منتهى الصعوبه ومنتهى الخطوره. فاحنا ممكن مثلا نقول ان اول خطوه هي اننا نبقى واعيين، يعني نفهم ازاي التضليل بيشتغل وازاي ممكن نعرفه. فالاجنوزولوجي دوت وهو علم الجهل هو اللي بيوضح لنا الحاجات دي كلها. فاكيد الفيديو بتاعي مش هو اللي هيوصل لك المعلومات كلها، فانزل دور في مصادر عشان تلاقي الصح. تاني خطوه ممكن نعملها اننا ندور على مصادر موثوقه، يعني ما نصدقش كل حاجه بنشوفها او بنسمعها. لازم نتاكد ان المصدر موثوق وان المعلومات جايه من حد فاهم وعنده مصداقيه. ثالث خطوه اننا نفكر بشكل نقدي، يعني ما ناخدش كل حاجه على انها مسلمات، لا نبتدي نسال ونحقق ونشوف ازاي ممكن نوصل للحقيقه. لان فكره الوعي النقدي والبحث عن مصادر موثوقه هم سلاحنا ضد التضليل السياسي. لما نبقى واعيين ونعرف ازاي التضليل بيشتغل هنقدر نميز بين المعلومات الصح والغلط. لما نبتدي ندور على مصادر موثوقه هنقدر نتاكد ان احنا بناخد قراراتنا اللي مبنيه على حقائق مش معلومات مضلله. ببساطه يا جماعه ما تستسلموش للتضليل، خليكوا واعيين، ابحثوا عن مصادر موثوقه وفكروا بشكل نقدي. بالطريقه دي هنقدر نحمي نفسنا من اننا نصدق معلومات مضلله او اننا نستغل بشكل ما. هنبتدي ناخد قرارات صح لمستقبلنا ولمستقبل بلدنا. في النهايه اتمنى ان انا اكون شاورت لك على علم الاجنوتولوجي دوت بشكل مناسب، واتمنى ان يكون الفيديو بتاعي بس هو مجرد اداه او اشاره لهذا العلم اللي لو فهمناه هنفهم ما هو الجهل وايه خطورته وازاي نحاربه. هقول لك برضو الاقتباس اللي انا قلته في اول الحلقه، وهو ان معرفه الجهل ضرب من المعرفه. سلام واشوفك في حلقات تانية على خير ان شاء الله.